السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتورة أسماء أبو زيد. هنكمل مع بعض الجزء الثاني لشرح وحل أسئلة الأكسس تحول رقمي عربي تحديث نوفمبر 2024. كنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن أجزاء الأكسس، قسمناها لثلاث أجزاء: جزء نظري وتخيلي وعملي، واتكلمنا عن بعض المعلومات الهامة. في الجزء النظري عرفنا يعني إيه بيانات ومعلومات، وعرفنا يعني إيه معالجة بروسيسنج، وعرفنا يعني إيه قواعد بيانات. وإحنا قلنا في برامج كتير جدا بتعمل المعالجة اللي هي البروسيسنج، ولكن إحنا هندرس بس هو الأكسس. فمرينا على كل ده وحلينا كل الأسئلة الخاصة بيها. هنبتدي بقى النهاردة بإذن الله الأكسس اللي هو تحديث 2019. تمام. بيقول لي الأكسس ده هو أحد أنظمة إدارة قواعد البيانات اللي هو Database Management System. أهم مميزات برنامج الأكسس، في عنده مميزات كتير ولكن هي أهمها اللي احنا حاطين عليهم علامات بالأحمر، ولكن هنقرأهم كلهم سريعا. أول ميزة بتقول لي إيه؟ توفير الكثير من المهام المتكررة بمجرد إعداد نموذج العرض أو التقرير المناسب. الميزة التانية بيقول نتيجة لوجود تقنية OLE اللي هو Object Linking and Embedding، يمكن للأكسس احتواء أي عمل معد بواسطة باقي عائلة الأوفيس مثل الوورد والإكسل والباوربوينت. يعني أي برنامج من ضمن عائلة الأوفيس زي الوورد والإكسل والباوربوينت ممكن عادي أستعين بيه في برنامج الأكسس وأعمل له إدراج وأشتغل عليه. الميزة الثالثة يقول لي يمكنك الأكسس من ربط البرنامج ببيانات متنوعة موجودة على جهاز خادم سيرفر أو على نفس الجهاز، وأيضا بالعديد من الأنواع مثل البيانات الموجودة في إكسل مثلا، بالإضافة إلى الأشكال والتقارير. يعني هو بيقول لي إن أنا ممكن أستعين بالبيانات الموجودة على أجهزة مختلفة بس كلها متصلة مع بعض مع خادم سيرفر واحد، أو حتى على بيانات على نفس الجهاز، بيانات متنوعة على نفس الجهاز. الميزة الرابعة والأخيرة يقول لي هناك تطويرا كبيرا في تقنية صفحات الأكسس اللي هو أكسس بيجز، والتي أصبحت تمكنك من إعداد نماذج قابلة للعرض وتعديل البيانات من خلال شبكة داخلية أو حتى من خلال الإنترنت. تمام. طب بيقول لي هنا معلومة مهمة بتيجي كتير في الأسئلة: يوجد تشابه كبير بين جدول برنامج الأكسس وبين ورقة عمل إكسل. احنا أصلا دلوقتي لما نيجي نتعمق شوية في الأكسس هنلاقي إن مش هعرف أعمل أي حاجة غير لما ابتدي بالجدول. يبقى الجدول ده هو أول خطوة لازم أظبطها فين؟ في الاكسس، وبناء عليها هبني حاجات كتير. فالجدول بقى اللي موجود في الاكسس هو بيتشابه بنسبه كبيره جدا مع ورقه عمل اكسل. نيجي ناخد بقى الاسئله على الجزء اللي احنا لسه قايلينه. اول سؤال يقول لي ايه؟ لا يتميز برنامج الاكسس بتوفير الكثير من المهام المتكرره بمجرد اعداد نماذج العرض والتقارير المناسبه. طبعا الاجابه غلط، احنا لسه قايلين من ضمن مميزاته انه بالعكس بيتميز بتوفير الكثير من المهام المتكرره. يبقى الاجابه مفيش كلمه لا، يبقى الاجابه خطأ. السؤال اللي بعديه يقول لي برنامج الاكسس يصنف كنظام اداره قواعد الملفات. غلط، احنا قلنا ان هو بيصنف كنظام اداره قواعد البيانات. لا يمكنك الاكسس من ربط البرنامج ببيانات متنوعه موجوده على جهاز خادم سيرفر او على نفس الجهاز. غلط، هو المفروض العكس، يعني كلمه لا دي المفروض ما تكونش موجوده، بالعكس هو بيمكنني. نكمل مع بعض الأسئلة. بيقول لي من ميزات برنامج الأكسس توفير الكثير من المهام المذكورة بمجرد إعداد نموذج العرض أو التقرير المناسب. الإجابة طبعا صحيحة. يتشابه أسلوب إدخال البيانات في طريقة عرض ورقة البيانات مع ورقة عمل إكسل. طبعا الإجابة دي احنا لسه قايلين عليها المعلومة دي، فطبعا الإجابة هتكون صحيحة. هنا يحتوي برنامج الأكسس على إيه؟ لعرض سجلات جدول ما أو نموذج تم إنشاؤه مسبقا. طبعا بيحتوي على عدة طرق لعرض سجلات جدول. احنا دلوقتي اخدنا المقدمه بتاعه الاكسس من ناحيه اللي هو مميزاته ايه. نتكلم بقى عن الواجهه الرئيسيه بتاعه البرنامج. الواجهه الرئيسيه بتتكون من ايه؟ عندي اول حاجه فوق اللي هو لونه احمر ده كله اسمه شريط العنوان. شريط العنوان ده بينقسم لثلاث اجزاء: الجزء الايسر والجزء الاوسط والايمن. الايسر ده فيه ايه؟ فيه ازرار التحكم اللي هو الاغلاق. هو الجزء الايسر يوجد به زر التعامل مع نافذه البرنامج زي الاغلاق والتكبير والتصغير. بالنسبه بقى للجزء الاوسط ده اللي هو بيبقى موجود فيه اسم البرنامج اللي هو الاكسس اللي هو الداتابيز، واسم ملف قاعده البيانات، يعني اسم الملف اللي مسمياه بايه. تمام. بعد كده الجزء الايمن ده بيحتوي على حاجه اسمها كويك اكسس تول بار اللي هو شريط وصول الادوات السريعه. ده بيبقى موجود فيه بعض الاوامر زي الحفظ والتراجع والاعاده. بتبقى بعض الاوامر السريعه اللي انا ممكن استعين بيها بدل ما ادخل على قوائم وتبويبات، وممكن كمان من خلال السهم برضو اللي جنبها زي ما شرحنا في الموديولات اللي فاتت اضيف او احذف اوامر منه. تمام. ده ايه اول جزء. بعد كده في عندي حاجه بعدها على طول ده اسمه شريط التبويب اللي هو تاب بار. شريط التبويب ده فيه تبويبات.
تمام. وكل طبعا تبويبه بقف عليها بتبتدي تفتح لي مجموعه مختلفه من المجموعات. يعني لما اقف على تبويب الشريط الرئيسي او الصفحه الرئيسيه بتفتح لي مجموعات مختلفه عن لما مثلا ما اقف على تبويبه انشاء. تمام. وبالتالي ان تحت شريط التبويب في شريط المجموعات. بعد كده الجزء اللي على ايدينا اليمين اللي هو بالطول ده اسمه جزء التنقل اللي هو الايه نافيجيشن. طب بيقول لي عندي بقى في شريط التبويب اللي هو التاب بار ايه هي التبويبات الموجوده معايا في برنامج الاكسس. عندي قائمه ملف، وعندي تبويبه الشريط الرئيسي اللي هي اسمها هوم، وتبويب انشاء كرييت، وتبويب البيانات الخارجيه external data، وتبويب ادوات قواعد البيانات اللي هو داتا بيز تولز، وهيلب اللي هو التعليمات. ناخد بقى الاسئله اللي جت على الجزء ده. يقول لي يتكون شريط العنوان في قاعده البيانات من 3 اجزاء. طبعا الاجابه صح، احنا قلنا بيتكون من الجزء الايسر والاوسط والايمن، وكل واحد عرفنا موجود فيه ايه. تختلف المجموعات عند اختيار تبويب اخر من شريط التبويب. طبعا الاجابه صحيحه زي ما انا لسه قايله. يقول لي الاسم الافتراضي لقاعده بيانات الاكسس هو الداتابيز. طبعا صح. يمكن حفظ الملف من ايه؟ من شريط الحاله ولا شريط الادوات ولا شريط وصول السريع ولا شريط العنوان؟ طبعا شريط وصول الادوات السريع اللي هو موجود على الجزء الايمن من شريط العنوان. قلنا هو موجود في بعض الاوامر المهمه من ضمنها الحفظ. يقول لي يظهر اسم قاعدة البيانات في الجزء الأوسط من شريط. أكيد شريط الإيه؟ العنوان. ومن اسمها اسم القاعدة يبقى العنوان. طب من شريط العنوان يوجد به زر التعامل مع نافذة البرنامج زي الإغلاق كلوز أو التكبير ماكسمايز أو التصغير مينيمايز. طبعا ده كل ده موجود فين؟ موجود في الجزء الأيسر من شريط العنوان زي ما احنا لسه قايلين. يقول لي شريط العنوان مقسم إلى كم جزء؟ مقسم إلى 3 أجزاء. شريط العنوان يوجد به أزرار حفظ سيف وتراجع عن الإجراءات أندو وزر تخصيص شريط الوصول السريع. طبعا ده موجود فين؟ في الجزء الأيمن زي ما احنا لسه قايلين. طب يقول لي تختلف المجموعات عند اختيار تبويب آخر من، هنقول شريط التبويب. الاسم الافتراضي لقاعدة بيانات الأكسس هو الداتابيز. أكيد مش شيت ولا أكسس، قاعدة البيانات يبقى داتابيز، ما نلخبطش بقى بين أكسس وداتابيز. يوجد به اسم البرنامج داتابيز واسم الملف قاعدة البيانات التي تتعامل معه. اسم يبقى شريط عنوان يبقى الجزء الأوسط. تمام. طب على فكرة لو تخلي بالكم ان الأسئلة تعتبر واحد، يعني فهو بس كل شوية يختلف يعني يغيروا في الصياغة، فاحنا نركز في السؤال وهنلاقي الدنيا سهلة ان شاء الله. طب نبتدي مع بعض بقى كده. اول حاجه اللي هو قائمه ملف. قائمه ملف دي فيها بعض الاوامر المهمه زي ايه؟ زي حفظ فقط، يعني انا بحفظ الملف وبحفظه على التعديلات اللي انا عملتها، او حفظ بصيغه. في عندي اختصارات من الكيبورد لازم اخلي بالي منها. يعني لو عايزه اعمل حفظ فقط اعمل كنترول زائد اس، واس اختصار سيف، يبقى كنترول زائد اس لو عايزه اعمل حفظ للملف. طب لو عايزه احفظه بصيغه يبقى اف 12، بدوس اف 12 من الكيبورد. طب لحفظ قاعده البيانات باسم جديد سيف از. طب امتداد ملف قاعدة البيانات ده بيجي كتير في الأسئلة، لازم أكون عارفاه ACCDB. يبقى اللي ده الامتداد بتاع ايه؟ بتاع قاعدة البيانات. تمام. طب ده شكل قائمة ملف، في فتح وفي إغلاق وفي هنا معلومات وأخير وجديد وطباعة. الطباعة دي طبعا احنا عارفين ان هي مبتبقاش موجودة غير في قائمة ملف. وطباعة عندي هنا في حاجة اسمها طباعة وطباعة سريعة. في فرق ما بينهم. الطباعة دي لما بتيجي ازاي؟ لما ابتدي ادخل على قائمة ملف واختار طباعة وتفتح لي ساعتها نافذة، وهنشوفها دلوقتي مع بعض. بيتيح لي ايه؟ اللي انا احط عدد النسخ اللي انا عايزاها واغير في الاعدادات زي ما انا عايزه. تمام. لكن الطباعه السريعه دي بتبقى ازاي؟ بتبقى بصوره مباشره وغير قابله للتعديل. ليه؟ لان انا بدوس على امر الطباعه وهو بيطبعها لي على طول، ما يديش الاوبشن اللي انا اعدل. ودي بتيجي منين الطباعه السريعه؟ بتيجي من شريط وصول الادوات السريع من ايدينا اليسار في شريط العنوان زي ما احنا كنا لسه قايلين. ندوس على طول امر طباعه يطبع لي، ما بيقوليش انت عايزه كام نسخه، هو بيطبع لي نسخه واحده وما ينفعش اعدل عليها. تمام. وممكن نشوف الجزء ده عملي مع بعض. دلوقتي هو احنا فاتحين مع بعض برنامج الاكسس. لو انا عايزه اعمل طباعه سريعه ممكن اعملها من شريط وصول الادوات السريعه، او ما ادوس طباعه على طول هو المفروض هيطبع لي الملف من غير ايه، ويطبع لي نسخه واحده من غير ما اعدل عليها. اما انا لو عايزه اعمل طباعه عاديه يبقى من ملف ادوس طباعه وبدوس هنا طباعه، بيظهر لي نافذه واقدر اتحكم في عدد النسخ زي ما انا عايزه. وقبل كده طبعا ينفع اعدل اي حاجه في الملف.
وعندي هنا في قائمة ملف في أيقونة مهمة جدا اسمها خيارات، لما أدوس عليها أدوس على مصممو الكائنات بتظهر لي نافذة. النافذة دي أقدر أتحكم في حاجات كتير قوي، من ضمنها مثلا الحجم الافتراضي لحقل النص، ممكن أخليه أي حجم أنا عايزاه، 255 54 على حسب الحجم اللي أنا عايزاه. ونفس الكلام ممكن أتحكم في نوع الحقل، ممكن أخليه نص أو رقم أو تاريخ ووقت أو عملة. ممكن أتحكم في الخط والحجم. وفي أوامر كتير جدا ممكن أعملها. تمام، فهي قائمة خيارات دي مهمة أصلا وفيها حاجات كتير. تمام، نحل بقى الأسئلة اللي جت على الجزء ده. هيقول لي إيه؟ يستخدم الأمر إغلاق من تبويب ملف لإغلاق ملف الأكسس. الإجابة غلط طبعا، أمر إغلاق من ملف بيغلق ملف قاعدة البيانات وليس البرنامج. تمام، بعد كده يقول لي يمكن الحصول على معلومات من قاعدة البيانات من أمر حساب. غلط، هي معلومات يعني information، يبقى من أمر معلومات مش من أمر حساب. هنا يوجد للطباعة أمر واحد فقط. غلط، احنا قلنا في أمران، يا إما أمر طباعة بس يا إما طباعة سريعة. طب يمكن حفظ الملف بصيغة شيفت زائد 12. غلط، F12. من خلال الأمر خيارات يمكن ضبط الحجم الافتراضي لحقل الرقم إلى مزدوج. طبعا الإجابة صحيحة، وعرفنا الطريقة إزاي. أدخل على ملف من خيارات وأدخل على الحجم الافتراضي للحقل وابتدي أغير فيه زي ما أنا عايزة. يمكن حفظ ملف قاعدة البيانات من خلال الضغط على كنترول زائد اس طبعا اختصار لسيف، فالإجابة هتكون صحيحة. من خلال الأمر خيارات يمكن ضبط الحجم الافتراضي لحقل النص ليصبح 200. طبعا الإجابة صحيحة، أضبطه للرقم اللي أنا عايزاه. امتداد ملف قاعدة البيانات ACCDB. طبعا الإجابة صحيحة. يستخدم الأمر save as في تبويب ملف لحفظ قاعدة البيانات باسم جديد. الإجابة صح. نكمل مع بعض أسئلة اختياري. يقول لي لحفظ التغيرات على نفس قاعدة البيانات من تبويب ملف نستخدم الأمر. يبقى لحفظ التغيرات يبقى نستخدم أمر حفظ. عند استخدام أمر طباعة سريعة يتم طباعة التقرير المفتوح. طباعة سريعة قلت بتطبع لي نسخة واحدة غير قابلة للتعديل. من الممكن طباعة التقرير بصورة مباشرة وغير قابلة للتعديل من طباعة سريعة. هي بتعيد نفسها بس شكل السؤال مختلف. طب نمسك بقى مع بعض اول تبويبه معايا، وهي تبويبه الشريط الرئيسي هوم. وطبعا تبويب الشريط الرئيسي احنا كل المتجرات اللي قبل كده بنعيد ونزيد فيه ان هو في كل حاجه ليها علاقه بتنسيق الخط والفقرات. تمام، طبعا انا هنا عندي مفيش فقرات بس عندي خطوط، فاذا هو اي حاجه ليها علاقه بتنسيق الخط موجوده هنا. تمام، فنبتدي مع بعض بقى نمسكها كده من الترتيب. اول مجموعه معايا هي مجموعه عرض، بدوس عليها ودي مهمة جدا. فيها في طريقة عرض ورقة البيانات وفي طريقة عرض التصميم. بعد كده في عندي مجموعة الحافظة. مجموعة الحافظة دي فيها أوامر مهمة زي لصق وقص ونسخ ونسخ التنسيق اللي هي مميزة بعلامة الفرشة. بعد كده في مجموعة فرز وتصفية. فيها فيها فرز وتصفية، ممكن أرتب المعلومات بتاعتي في جدول تصاعدي أو تنازلي. ممكن أعمل لها فلترة. ودي مجموعة سجلات. وعندي مجموعة بحث، فيها بحث لو عايزة أبحث عن أي كلمة في البرنامج بتاعي، أو أستبدل كلمة بكلمة، أو انتقال إلى أو تحديد. وطبعا تنسيق النص، وده الهدف الأساسي أصلا من الشريط الرئيسي. هو في تنسيق الخط من حيث نوعه والحجم، واللي عايزة أضيف له لون، لو عايزة أنسق الخلفية بتاعته والمحاذاة والتعداد النقطي والمسافة ما بين الأسطر، كل ده من تنسيق النص. ولكن هو في تبويب الشريط الرئيسي بيفرق عن بقيه المديولات التانية. هنا عندي في الاكسس في مجموعه الفرز والتصفيه، وخلي بالي منها عشان بتيجي كتير في الاسئله. ولازم اكد عليكم ان الجدول في الاكسس بيكون هو زي اي جدول في الدنيا، بيكون من اعمده وصفوف، ولكن العمود في الاكسس اسمه حقل، والصف اسمه سجل. ولازم نخلي بالنا عشان ده هيكرر كتير معانا فيما بعد. نحل بقى الاسئله اللي جت على التبويب الشريط الرئيسي. اول سؤال، يمكن اختيار تنسيق النص من خلال تبويب انشاء. الاجابه غلط طبعا، من تبويب الشريط الرئيسي اللي هو هوم. توجد اوامر الفرز والتصفيه في تبويب الشريط الرئيسي. طبعا الاجابه صحيحه واحنا لسه قايلينها. يمكن تغيير اتجاه البيانات من تبويب الشريط الرئيسي. اجابه صح، من مجموعه تنسيق النص. يحتوي تبويب الشريط الرئيسي على مجموعة أوامر الفرز والتصفية. طبعا صح. يحتوي تبويب على مجموعة أوامر تنسيق النص. لسه قايلينها اهو فوق، تبويب الشريط الرئيسي. تبويب يحتوي على مجموعة من أوامر الفرز والتصفية. الإجابة طبعا الشريط الرئيسي. يمكن تنسيق البيانات الموجودة بالجدول من خلال تبويب جدول ولا رئيسية ولا تصميم ولا حقل. والرئيسية هنا قصده الشريط الرئيسي.
طب نيجي عند تاني تبويبة معايا اللي هي تبويبة إنشاء. ما تنسوش تدعمونا بشير ولايك للقناة عشان نقدر نفيدكم إن شاء الله في بقية المديولات التانية. والناس اللي جات لها أي أسئلة جديدة وهي بتمتحن، سواء كان في الجزء النظري أو جالها أي سؤال عمل، يا ريت تفيدنا بيه عشان نضيفه في التحديثات الجاية إن شاء الله. نكمل مع بعض التبويبة رقم 2 اللي هي تبويبة إنشاء. بتحتوي على إيه؟ بتحتوي على حاجات مهمة جدا جدا جدا، أصلا هي دي اللي ببتدي بيها تصميم البرنامج بتاعي وبشتغل عليه. إيه هي؟ جداول tables واستعلامات كويريز والنماذج فورمز والتقارير ريبورتس وماكرو. دي كلها محتويات تبويبة إيه؟ إنشاء. طب هنتكلم عن أول حاجة واهم حاجه ببتدي بيها الاكسس، اللي هو الجداول اللي هي التيبلز. يعني ايه جدول؟ الجدول هو مكان تخزين البيانات في القاعده، وتتكون الجداول من اعمده وصفوف زي ما احنا متعودين، ولكن الاعمده دي اسمها في الاكسس حقول فيلد، والصفوف اسمها في الاكسس ايه؟ سجلات، اللي هو ريكورد. طب الحقل ده بيمثل العمود في الجدول بقاعده البيانات، ويحتوي على بيانات من نفس النوع. يعني الحقل يعني العمود انا ده بيحتوي مثلا على عمر المريض، فكل العمود عباره عن عمر. ما ينفعش خانه فيها عمر والخانه التانية فيها مبلغ مثلا، لا، كله بيحتوي على ايه؟ نفس نوع البيانات. طب خصائص الحقل ايه؟ يمكن ان يبدا الحقل بفراغ، يعني القيمه نفسها بتاعه الحقل ممكن ابتديها بفراغ عادي، لكن لا يمكن ان يبدا اسم الحقل بفراغ. اسمه نفسه ما ينفعش. يعني دلوقتي عندي اسم اسمه تاريخ زياره المريض، وعندي تحت التواريخ. التاريخ نفسه ممكن ابتديه بفراغ عادي، لكن اسم الحقل اللي هو تاريخ زياره المريض لا، ما ينفعش ابتديه بايه؟ بفراغ. ودي بتيجي كتير في الاسئله وبيلعب عليها. اما السجل اللي هو ريكورد بيمثل الصف في جدول بقاعده البيانات، ويحتوي على مجموعه من الحقول التي تنشئ قيدا واحدا في الجدول. تمام. طب يقول لي ايه هي خصائص الجدول؟ اول حاجه الجداول بيصممها المطورين لتمكن المستخدم من التعامل مباشره مع قواعد البيانات دون الحاجه الى تخصص في الحاسب الآلي. تاني خاصية يقول لي ربط الجداول مع بعضها البعض يتم من خلال الحقل الأجنبي في جدول والحقل الأساسي في جدول آخر، بشرط أن يكون لهم نفس القيمة. والجزئية دي احنا شرحناها بالتفصيل في الجزء الأولاني لو تفتكروا. تمام. ان انا عندي حقل موجود في الجدول الاولاني ده بسميه الحقل الاساسي، لما اجي انقله للحقل الجدول التاني بيبقى اسمه حقل اجنبي، ومن خلاله بقدر اربط الجداول مع بعضها. طب الخاصية الثالثة يقول لي ايه؟ لا يمكنك تغيير بيانات المصدر من داخل الاكسس عند الارتباط بمصدر البيانات بواسطة انشاء جدول مرتبط. خاصية رقم 4 تصميم الجداول تعني معرفة خصائص البيانات وتحويلها بعد ذلك إلى صفوف عند إنشاء قواعد البيانات باستخدام أعمدة أو قائمة إنشاء. وآخر حاجة يقول لي يمكن إنشاء الجداول من خلال استيراد بيانات من برنامج آخر مثل معالج النصوص والإكسل. ودي قلت لكم عليها قبل كده. أي برنامج من تصنيف مايكروسوفت سواء بقى كان وورد أو إكسل ممكن أستعين بيه فين؟ في الأكسس. انا بقى لو عايزه انشئ جدول في الاكسس، احنا عرفنا الجدول بيتكون من صفوف واعمده وعرفنا اساميهم ايه في الاكسس. دلوقتي بقى احنا عايزين نعرف نوع البيانات اللي انا هحطها في كل في كل خانه في الجدول او في كل حقل في الجدول. فطبعا لازم اكون عارفه الانواع وعارفه كل واحده بترمز لايه عشان اعرف اختارها. فبيقول لي هنا لانشاء جدول في اكسس لابد من تحديد نوع البيانات. نوع البيانات عندي ممكن يكون نص يعني تكست. طب لما اختار نص يعني ايه؟ بيقول لي بيتيح لي ان انا اضيف حروف وارقام لا تدخل في عمليات حسابيه، والحد الاقصى لعدد الاحرف التي يمكن تخزينها في الحقل هو 255 حرف. تمام. طب بالنسبه انا لو اخترت بقى اوتو نمبر اللي هو الترقيم التلقائي، ده بيخليني اعمل ادراج رقم تلقائي لكل سجل يضاف الى الجدول، يعني هو تلقائي بيضيف نفسه. طب بعد كده لو انا اخترت date and time اللي هو التاريخ والوقت، ده الحقول التي تكون مدخلاتها تواريخ واوقات. لو انا عايزه اخلي الحقل ده خاص بالتاريخ والوقت يبقى اختار تاريخ ووقت. طب لو انا قلت نمبر اللي هو رقم، ده لو خليت الحقل الذي ستدخل في عمليات حسابيه حقول الارقام، تقوم هذه الخاصية بتعيين نوع الرقم الذي سيتم تخزينه سواء بقى كان عدد صحيح طويل أو مزدوج، يعني بيبقى خانة رقم. طب currency اللي هي العملة، بيضيف رمز العملة بجانب الرقم. تمام. طب yes or no اللي هو نعم أو لا، يشتمل على بيانات يمكن تصنيفها إلى نعم أو لا أو صح وخطأ.
طب بعد كده عندي حسابات. دي بتبقى قيمة بيانات بعد تطبيق عملية حسابية عليها. يعني الحقل هنا بيحتوي على ايه؟ قيمة البيانات. طب بعد كده عندي حاجة اسمها lookup and relationship اللي هو معالج البحث، اللي هو إدخال مجموعة قيم والاختيار منها. OLE object اللي هو بيستخدم لتخزين كائن موجود في برنامج آخر مثل الصور والرسوم البيانية وربطها بقاعدة البيانات. في عندي حاجة اسمها ميمو مذكرة، ودي مهمة جدا جدا بتيجي في الأسئلة. المذكرة دي بقدر أخزن فيها نص طويل يصل حوالي ل 60,000 حرف. بعد كده في عندي مرفق attachment، ده بيحدد نوع البيانات لهذا الحقل بالمرفقات كالصور مثلا. يعني بيخليني احط في الحقل ده مرفق. المرفق ده مثال عليه صورة مثلا. بعد كده في عندي حاجة اسمها الهايبر لينك اللي هو الارتباط التشعبي، ده تحديد نوع البيانات لهذا الحقل برابط لموقع او ايه او برنامج. تمام. يبقى لازم نقرأ الجدول ده مرة او اتنين او تلاتة عشان نعرف لما اختار النص يبقى انا الحقل بتاعي متاح ان انا اكتب فيه ايه. دي بعض المعلومات الهامة اللي احنا لازم نخلي بالنا منها عشان بتتكرر في الأسئلة. في عندي يقول لي إن الحجم الافتراضي لحقل الرقم هو عدد صحيح طويل، والحجم الافتراضي لحقل النص هو 255 حرف، ونوع البيانات الافتراضي لأي حقل هو نص مختصر. ومن أنواع البيانات التي لها نفس خصائص النص بحجم أكبر زي ما احنا قلنا 60,000 حرف كان مذكرة ميمو، واصل طول نص المذكرة إلى إيه؟ إلى 60,000 حرف. تمام. دي مهمة جدا يا جماعة. نتكلم بقى عن الأسئلة اللي جت على الجزء اللي احنا قلناه. أول حاجة يقول لي ربط الجداول مع بعضها البعض يتم من خلال الحقل الأجنبي في جدول والحقل البديل في جدول آخر بشرط أن يكون لهم نفس القيمة. طبعا الإجابة غلط، والحقل الأساسي في جدول آخر. يبقى الحقل الأجنبي والحقل الأساسي. هنا يقول لي الجداول يصممها المطورين لتمكن المستخدم من التعامل مباشرة مع قواعد البيانات دون الحاجة إلى برنامج الأكسس. طبعا غلط، دون الحاجة إلى تخصص في الحاسب الآلي. هنا يمكنك تغيير بيانات المصدر من داخل الأكسس عند الارتباط بمصدر البيانات بواسطة إنشاء جدول مرتبط. الإجابة طبعا غلط. هنا ستظهر التغيرات على بيانات المصدر في إكسل ولا يمكن تغييرها في الأكسس. تصميم الجداول تعني معرفة خصائص البيانات وتحويلها بعد ذلك إلى صفوف عند إنشاء قواعد البيانات باستخدام برامج إدارة قواعد البيانات. طبعا الإجابة غلط. باستخدام إيه؟ باستخدام الأعمدة أو قائمة إنشاء، وإحنا قلنا المعلومة دي بالنص قبل كده من شوية. يقول لي هنا يمكن إنشاء الجداول من خلال استيراد جدول من برنامج آخر مثل معالج النصوص. طبعا مش هعمل استيراد لجدول، أنا هعمل استيراد لبيانات، فهتبقى الإجابة هنا بدل جدول هتبقى بيانات. السؤال اللي بعد كده يقول لي أنواع البيانات في الحقل إما أن تكون نصا أو رقما. الإجابة غلط. طبعا هو ينفع يكون نص ورقم، وممكن يكون كمان عمليات محسوبة، وممكن يكون تاريخ ووقت زي ما احنا قلنا في كذا نوع. يقول لي يمكن أن يبدأ اسم الحقل بفراغ أو يحتوي على العلامة دي. طبعا الإجابة غلط. احنا قلنا ما ينفعش اسم الحقل يبتدي بفراغ، ولكن القيمة نفسه، القيمة بتاعة الحقل ينفع تبتدي بفراغ. يمكن التعديل في أسماء الحقول وخصائصها من خلال عرض النموذج. غلط. من خلال إيه؟ عرض التصميم. نكمل مع بعض أسئلة صح وغلط. يقول لي لإنشاء جدول فيه أكسس لابد من تحديد نوع البيانات. طبعا الإجابة صحيحة. الجداول اللي هو tables هو مكان تخزين البيانات في القاعدة. الإجابة صح، ودي أخدناها في تعريف الجدول. إذا اخترت استيراد جدول فسيقوم أكسس باستيراد البيانات في جدول جديد. طبعا الإجابة صح. يجب عدم تخزين نتائج العمليات الحسابية في الجداول. الإجابة طبعا صحيحة. احنا قلنا ما ينفعش أخزن نتائج عمليات حسابية. يحتوي الجدول على كمية كبيرة من البيانات المنظمة على شكل أعمدة وصفوف ومدخلات. الإجابة طبعا صح. يمكن إجراء عمليات حسابية أو منطقية على القيم الرقمية في البيانات المخزنة بقواعد البيانات. الإجابة طبعا صحيحة. عند تعيين خاصية الطلب على نعم يجب إدخال قيمة. الإجابة صح. يمكن إنشاء الجداول من خلال استيراد بيانات من برنامج آخر مثل معالج النصوص. الإجابة صح. مش بس كمان معالج النصوص، ممكن كمان من الإيه؟ من الإكسل. يمكن أن يبدأ الحقل بفراغ. هنا بقى قصده إيه؟ قصده قيمة الحقل وليس اسم الحقل، فطبعا ينفع أن يبدأ الحقل بفراغ. يبقى المقصود من الحقل هنا قيمته وليس اسمه، فطبعا الإجابة صحيحة. الحقل فيلد يمثل العمود في جدول بقاعدة البيانات ويحتوي على بيانات من نفس النوع. طبعا صح. السجل ريكورد يمثل الصف في جدول بقاعدة البيانات ويحتوي على مجموعة من الحقول التي تنشئ قيدا واحدا في الجدول. إجابة صحيحة. لمحاذاة الحقول اضغط على ترتيب الرينج. طبعا صح.
يشترط باسم الحقل ألا يزيد طول رموزه عن 64. الإجابة صح. احنا برضو خلي بالكم يا جماعة، احنا من الأسئلة بنتعلم ومن الأسئلة بنطلع معلومات، فطبعا دي إجابة معلومة مهمة محدش ينساها. يقول لي هنا نوع البيانات الافتراضي لأي حقل هو نص مختصر ويمكن تغييره. الإجابة صحيحة. نكمل مع بعض أسئلة اختياري. يتكون إيه من حقل واحد فقط؟ طبعا يتكون المفتاح الرئيسي من حقل واحد فقط. يشير إيه إلى قيمة بيانات بعد تطبيق عمليات حسابية عليها؟ بيشير الحسابات إلى قيمة بيانات بعد تطبيق عملية حسابية عليها. عملية حسابية يبقى حسابات. إنشاء سجل لجدول يتم إضافته هيكون بعد آخر سجل. هو مكان تخزين البيانات في قاعدة البيانات إيه هو؟ هيبقى الجدول مش المعلومات ولا التقارير. العمود الذي يحدد العلاقة هو عمود مفتاحي أو عمود مشترك. الحجم الافتراضي لحقل الرقم احنا قلنا هو عدد صحيح طويل. الحجم الافتراضي لحقل النص هو 255 حرف. نوع البيانات الافتراضي لأي حقل هو نص مختصر. المعلومات دي كلها احنا قلنا لكم عليها. من أنواع البيانات التي لها نفس خصائص النص بحجم أكبر هي طبعا مذكرة ميمو، وبتتيح لي كام؟ 60,000 حرف. العمود في جدول قاعدة البيانات بيسمى حقل. في حالة تصميم قاعدة البيانات تحدد ما هي المعلومات التي تريد تخزينها فيه. طبعا العمود اللي هو الحقل. يمكن التعديل في أسماء الحقول وخصائصها من خلال عرض التصميم، ودي كانت أول حاجة في تبويب إيه؟ الشريط الرئيسي من عرض. يصل طول نص المذكرة اللي هي ميمو إلى كم حرف؟ إلى 60,000 حرف. كده احنا النهارده هنكون خلصنا الجزء الثاني من الاكسس، وقفنا عند الجداول. المره الجايه ان شاء الله هنحاول نطبق عملي على جزء الجداول، وهنكمل مع بعض بقيه المجموعات الموجوده في تبويبه انشاء، وهنكمل بقيه التبويبات في اكسس. ما تنسوش تدعمونا بشير ولايك للقناه، وبالتوفيق.